سويتنا مضحكة لمة محمد، ولك صار شارع، ولك مصطفى سعدون صار شارع، ولك دخل حسين علي، ولك الزلزولي سواه شارع، ولك عيب، ولك انت شنو من المدرب، ولك كارثة، بما نحلف بعد، ولك أسوأ مدرب بتاريخ العراق، أسوأ مدرب اجى درب العراق، ولك كارثة، حكيم شاكر اللي نحكي عليه افضل من عندك، ولك شنو هالسوء هذا، ولك تلعب 10 دفاع، ولك شنو هالمضحكة هاي قدام العالم، ولك المغرب ياهم البرازيل 2007، ولك شنو هالضحك هذا، ولك عم كارثة، ولك كارثة والله مصيبة مع الأسف، ولك مع الأسف نزل عند نادي الرجال، انت دافع انزل مصيبة، ولك صار شوارع. هسه المنتخب المغربي يقول باوع، شوف لعبهم وين الوعيب، نحن باوع باوع، يلا قول جول حكيمي، يلا باوع، خرب القوا، صدق قولوا صدق قولوا، معقولة؟ انا قلت المغرب راح يفوز، الف مبروك. بس باوع حكيمي سوى باوع، بس باوع. باوع الجول. تفرج هاي المهازل الكرويه زين، ويجيك يقول لك المدرب المحلي، وليش تجيب مدرب شو اسمه اجنبي وما تعطي فرصه للمدرب المحلي؟ هذا المدرب المحلي ويحاربوه فوقاها. هو وصل بينا بكاس اسيا وماشي على خطوه ثابته للكاس العالم. وهاي المهازل بالمحافل الدوليه اللي يسويها المدرب المحلي. هسه فزت على اوكرانيا على عيني وعلى راسي، وخسرت من الارجنتين المرشح الاول هم على عيني وعلى راسي. بس تخسر من المغرب بالشوط الاول 3-0 وانت داخل قبل المباراه بحيل صدر وقايل شو اسمه، والله المنتخب المغربي مع احترام لخطورته بس احنا راح نحد من خطورته وهم عندنا فرص واحنا ما ادري شنو، وتالي تلقم 3 بالشوط الاولاني. هاي مخازي زين، فحتى تبطلون شغل المدرب المحلي. كان راضي كذلك، كان راضي كذلك. مقعد لي حسين علي دكه، حسين علي بالمنتخب الاول اساسي، تقعد احتياط ليش؟ علي جازم دكه ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ثالث فضيحه. ليش هاي تشكيله، هاي لاعبين؟ الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. تعرف رادس ليش ما عندك غيره، ولك ما عندك غيره، ما عندك ناموس على المنتخب، ولك ليش تجي، ولك المغرب تاكلنا اكل بشوط واحد، ولك المغرب تنهي علينا بشوط واحد 3 اهداف، 3 اهداف وبعد مع الرحمه ليش التبديلات، ليش التنزيل، ليش التشكيله نازل بيها؟ فهمنا يا اخي ليش يا اخي حسب الجمهور العراقي جاي باوع بالتلفزيون، حسب الجمهور العراقي منقهر وميت ميت والله. ليش يا اخي، والله تعبنا. تطلع دقيقه 30 تنزل لي على جاسم وتنزل لي نهاد، على جاسم ليش ما نزلته من البدايه؟ ليش يا راضش، ليش؟ الله لا ينطيكم لا صحه ولا دنيا ولا اخره ولا عافيه ان شاء الله على اللي جاي يسويه مع المنتخب ومع الجمهور العراقي. حبيبي بس اريد اعرف بلد شنو مسوي لك، لاعب المحترف شنو مسوي لك، بس اريد اعرف كاتل واحد من عندكم، كاتل واحد من قرايبك، بلد شنو مسوي لك؟ حسين علي المن استدعيته، المن جبته، حسين علي لاعب اساسي مع المنتخب الوطني، مع كاساس اللي هو افضل ظهير باسيا، مع المدرب كاساس. جيت هنا دقعته بالاحتياط وتنزل لي مصطفى سعدون يلعب بالجويه. ابراهيم بايش الدقيقه 80 ما شفته، اريد اشوف ابراهيم بايش، ما شفت ابراهيم بايش. وبلنت لا بكاس اسيا تحت 23 سنه نزلته، ولا بطولة باريس نزلته. شنو مسوي لك المحترفين؟ فهمنا شنو مسوي لك؟ لاسق لي بالمحلي كل شيء ما يسوي لك في ارضية الملعب، كل شيء ما جاي يسوي لك. ليش ما تبدل؟ ليش ما تطلعه؟ راضش نيشل، ليش تنزل بهاي التشكيله؟ ليش؟ يعني مقعد علي جاسم وحسين علي ومقعد لاعب بلنت، ليش وقت تلعبه؟ ليش؟ خزيتونا قدام امة محمد. كافي محلبي هاي المحليين يلعن ابو الطوبه، ولا حد يقول لي نعلى على ابو اللي يشجع بعد. اشق هدومي الطم 3 نعلى على والدي اللي يطبل. احزاب تحكمنا والله العظيم، المنتخب بيد الاحزاب، ويحجون على
كاساس يحجون والله العظيم يرحون فدوه للزربه مالك، للزربه يرحون فدوه مال كاساس. والله العلي العظيم فشلتونا، فشلتونا بالله. تنخرب والله العظيم هسه، والله استغفر الله يا الله، ابكي اشق هدومي. الطوم الطوم نعلى عليه راضي شنيشل ومنك حماد محمد والاحزاب واللاعبين الميتين. استغفر الله يا الله. بايش مستدعي لي، بايش سعد ناطق، حسين علي، مصطفى سعدون، تفضلوا على حسين علي. وين سيدان؟ وين امير؟ وين مين خاص؟ وين علي الحمادي؟ وين الاسلام؟ نعلى على بالطوبه. استغفر الله يا الله. بالقران صرنا مضحكا لامه محمد. راضي شنيشل ومنك حماد محمد، واحد كاظ الشباب والثاني كاظ الاولمبي، وصارين مكفخه للرايح والجاي. إذا تطلع وتقول المدرب المحلي أفضل من المدرب المحترف، وإذا تقول اللاعب المحلي أفضل من اللاعب المحترف، أكفر بكرة القدم، أكفر بكرة القدم اللي تطاوعوا لها أنتم، اللي جاي تعمدون باللاعبين المحليين وبالمدربين المحليين، وكم هذا لعب. الله أكبر، الله اكبر على راسك يا راضي شنيشل وعلى اللاعبين هذول اللي جاي اشوفهم 3/4 يلعبون بالطلبه، نادي اسمه الطلبه. ليش ما تباوع الدوري العراقي؟ وينك الدوري العراقي؟ ولكم هذا لعب هذا. ولكن المغرب سوي لنا مزهله كرويه في فرنسا، يضحكون علينا، ما يقولون، يدقون باص عليك 90 دقيقه، الاستحواذ 80%. لمس الكرة وصلت 2000 ما ادري 3000 في المغرب، ومنتخبنا نايم. ولكم الله اكبر، الله اكبر على ايش منتخب. والله تعبنا، ولكم حسوا بالجمهور، حسوا بس شوي بالجمهور. الله اكبر عليكم. يعني عبالكم منصدم مذهول انه لا الصراحه انا مذهول. تلقينا هدفين خلال 28 دقيقه. بس اريد اعرف يعني لاعبين منتخبنا، انتم لاعبين كرة قدم لو لاعبين رياضة اخرى؟ لان اصلا حتى لو لاعبين رياضة اخرى هم ما راح تأدون الصراحة. يعني خلفكم جمهور منتظر منكم فوز، فرحة، خليتوها غصة علينا الصراحة. يعني اذيتوا مشاعرنا الصراحة. يا انا اقولها ارواح، يعني شو اقول لكم، اجساد بدون ارواح داخل الملعب. احنا متعودين كلهم ماكو منتخب ما اجى فاز علينا، احنا صرنا جسر للطيبين. سفيان يعني لاعب متمكن، راح يصير هداف براسنا هم. الصراحه سفيان مهاجم خطير ونعرفه ويا نادي العين. المنتخب المغربي عناصر كبيره، عناصر واثقه من نفسها، عناصر بدها تلعب، لعبوا وتقول الصراحه ويانا. احنا ماكو مختفين، احنا ماش صراحه يعني